السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فكرة جديدة من فكرة توتة. النهاردة هعمل لكم سلطة البابا غنون. دي اختي طلبتها مني ان انا اعملها لها مخصوص في البيت، وانا بعملها دلوقتي عندها وطلعت بالشكل ده تحفة جميلة. عشان انا لما عملتها قبل كده مع الفيديو بتاع السمك عجبتها، فانا عملتها لها. لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو متنسيش تعملوا تعليق حلو كده. ولو اول مره تخشي عندي في القناه ما تنسيش تشتركي بالزرار الاحمر وتفعلي زرار الاشعار عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. طبعا التزيين ده انا ما لقيتش حاجه عندي غير الكاوتش ان انا احطه. يلا بينا نشوف احنا عملنا سلطه البابا غنوج دي ازاي، وازاي هنحتفظ بها في التلاجة لمده طويله. يلا بينا بقى نتعرف على مكونات البابا غنون بتاعنا اللي احنا هنعمله زي المطاعم واحسن كمان. معايا كيلو بدنجان انا غسلاه كويس، لازم نغسل الحاجه يا جماعه كويس قوي. وده توم مفروم هحتاج معلقه كبيره منه، وفلفل كوبي، وشطه حمراء اللي هي الناشفه دي جافه، فلفل اسود، كمون، كزبره جافه، ملح، ليمون على قد ما تقدري، وخل على قد ما تقدري، نص كوبايه خل. اول حاجه بقى انا هعملها بعد ما غسلت البتنجان بتاعي، يلا بينا بقى نحطه على البوتاجاز اوريكم انا حطيته ازاي. انا كده شغلت البوتاجاز واحط الشياطه وهرص بقى عليها البتنجان بتاعنا. انا ههدي النار خالص شويه كده خالص عشان خاطر بس ما يتحرقش مني بسرعه، وفي نفس الوقت ما يتحرقش مني بسرعه، وفي نفس الوقت يعني ايه هيتحرق ومش هيستوي. بصوا انا هحطه كده اهو بالشكل ده كده، وكل دقيقتين 3 كده اقلبه على جنب على جنب على جنب، وبعد كده اروح جايه قلبه كده على الجنب اللي هو مش هيبقى استوى. تمام كده، يعني 5 دقايق، يعني كل دقيقتين هقلب على جنب على جنب لحد ما يستوي معايا خالص. وهوريلكم بقى النتيجه في الاخر استوى ازاي الاربعه مع بعض. بصوا بقى بعد 5 دقايق بالظبط ده كده بقى شكل البتنجان بتاعنا. بصوا استوى من جنب. يلا بقى نقلب على الجنب التاني. شايفين هيستوي كله ان شاء الله، حتى ممكن ما نبدلهوش. بس انا برضو لو عملت اي حاجه جديده فيه، لو عملت اي حاجه جديده وبدلته في اي جنب هوريكم ان شاء الله. بصوا البتنجان اهو كله مستوي. اخلص البتنجان وارجع لكم بقى نشوف احنا هنحضر البابا غنوج. هو في ناس بتقول عليه بابا غنوج وناس بتقول عليه بابا غنون، انا من الناس اللي بتقول عليه بابا غنوج. هكمل وارجع لكم تاني بقى نشوف احنا هنعمل ايه فيه. هنقشره ازاي وهنعمله ازاي بابا غنوج او غنون، ونشوف احنا النتيجه في الاخر تطلع عامله ازاي. وادي دلوقتي بقى البتنجان بعد ما اتشوى بجد خد 10 دقايق بالظبط على النار، واستوى كله خالص اهو من كل الجوانب بتاعته. هسيبه بقى يبرد وارجع اقشره. كده بقى البتنجان بتاعنا بعد ما استوى وبردته خلاص وقشرته بالشكل ده. يلا بينا بقى نبدأ نعمله خطوة خطوة كده ونشوف هيطلع الناتج معانا حلو ازاي. اول حاجة انا هعملها، انا معايا دلوقتي شوف الخلاط. هضيف الخل كده عشان يقدر ان هو يلف البتنجان ما يبقاش تقيل. وهبدأ بقى اعصر الليمون. المفروض ان انا كنت عصرته قبل كده بس مش مشكلة، هعصر الليمون كله. وبعد ما عصرت كل الليمون بتاعي اهو في الخلاط، هبدأ بقى اضيف كل المكونات دي كده في الخلاط وافرمها مع بعضيها واحدة واحدة بقى كده مع بعضينا. خليكي معايا خطوة خطوة. هضيف ده في الخلاط وافرمها. خلاص فرمت كل المكون اللي معايا. احط بقى بتنجانية بتنجانية. هو البتنجان بيبقى تقيل شويه. انا حطيت بتنجانتين، هحط نص كميه الطحينه. انا نسيت اقول لكم على الطحينه من الاول خالص، بس انا هحط اهو نص الكميه بالشكل ده. واحط تاني البتنجانتين التانيين عشان يتقلب كويس. التانيين هحط تاني كميه طحينه. هو كده بقى بدأ يتقل معايا في التقليب. هجيب معلقه واقلب واحده واحده.
لازم نحط كميه طحينه كده كويسه عشان يطلع الطعم معانا ايه ممتاز. هقلب كده عشان اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت. ادي خلاص اهو خلصت البابا غنوج او البابا غنوج بالشكل ده كده، وعاملاه تقيل شويه عشان يبقى يعني نعرف نغمس منه. وهشيله في العلبه، منين ما احب استخدم من التلاجة بستخدمه. وهحاول برضو، حاولي لو هتعملي كده ما تخلوش ياخد وقت كتير في التلاجة، يعني حاولي ما تعمليش كميه كبيره وتسيبها في التلاجة. لو عايزه تشيلي حاجه او تخزنيها شويه كام يوم ممكن تحطها في الفريزر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.